انا اعتقد كلنا نحب القصص، كلنا نعيش على القصص، وكل واحد بطريقته على فكره. يعني في ناس تحب تتفرج علينا سيدتي واحنا نقول لهم قصص، صحيح، قصص نجاح، قصص انجاز، قصص واقعيه وما الى ذلك. وفي ناس تحب تتفرج على الافلام والمسلسلات. انا من الناس اللي احب اتفرج على الافلام والمسلسلات، اشوف فيها قصص خصوصا الواقعيه. احب القصص الواقعيه، وايضا احب اقرا. من الناس اللي احب اقرا القصص الواقعيه اللي فيها عبره، فيها الهام، فيها امور. فانا ودي اسال انت اي شخصيه من الشخصيات اللي انا ذكرتها كيف تحبين تتلقين القصه؟ احبها، يعني انا من الناس اللي اخر خيار عندي القراءه. احب اسمع، احب اشوف. يعني هذه متعتي بصراحه، خصوصا من احس انها تركز القصه واقدر اتخيلها اكثر من اني اقراها. فلو تساليني اقول لك احب القصص المسموعه. مسموعه، اي يعني انت من النوع اللي شكلك حللتي الكتب المسموعه هذه. اكيد حللتيها. طبعا. حلوه، ترى حلوه. يعني انا دائما اختار حتى اللي يقرا الكتاب يكون صوته خافت، صوته هادي كذا، يجيب لي النوم خصوصا في الطياره ويلعب بالتون في الرحلات، ويعيشك المشاعر اكثر. 100%. طيب وش رايك ان طحنا على، طبعا وفريق الاعداد مشكورين، طحنا على شاب عنده موهبه عظيمه، يقول لك القصه بس بطريقته. يلا نشوف. يلا خلونا نشوف ونرجع لكم. انا اعرفكم على نفسي، انا شاب باكستاني الجنسيه، عمري 24 سنه، باقي لي 6 شهور وأتخرج مهندس من جامعة إسلام آباد. أبوي موظف في السعودية، يعمل في السعودية، وتصدقون بالله العظيم إني قسم بالله العلي العظيم طول عمري ما شفت أبوي إلا 12 شهر. كل بعد 2 يجينا شهر واحد. تدرون ليش؟ عشان والله يعيش أمي ويعيش جدي وجدتي ويعيشنا احنا ويصرف علينا. فالحمد لله باقي له 6 شهور إلى 8 شهور وبيرجع عندنا ويسكن معنا، ولكن في نقطة واحدة، إنه إذا رجع عندنا أنا بجي وبعمل إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. ايش رايك؟ عمل لي ايرور والله. ايش رايك وش رايك بالطريقه هذه؟ طريقه جديده مو من الطرق اللي احنا ذكرناها في البدايه ولا اي شيء ولا لها علاقه. تعرف انا قاعده اطالع بقول كيف باكستاني؟ كيف بعدين قاعده استوعب انه هو مو قاعد يحكي قصته بالاساس، هو قاعد يحكي قصه فعلا. يعني قصه شخص باكستاني. فلذلك احنا ايش رايك نسمع منه؟ مشاهدينا خلونا نرحب بضيفنا اليوم فالح الرشيدي ابو اميره. هلا وسهلا، مساك الله بالخير. يا مرحبا، يا هلا فيكم جميعا. اول شيء شرف كبير استضافتي على شاشه روتانا. الامر الثاني، اتمنى في هذا الاجتماع ان نقدم شيء في فائده للمجتمع وللناس. حلو. وش كانت القصة؟ أول شيء أنا ودي إنهم كملوا القصة لأني تحمست، قلت كذا. راح تلقانا. تحمست يا فالح. يعني وش كانت قصة هذا الباكستاني؟ ليش المقطع هذا تم تداوله والناس حبته وتقبلته منك؟ طبعا القصص كثيرة اللي يتداولها الناس، ولكن هذه القصة بالذات انتشرت انتشار شاسع، يعني صارت ترند مرة. ممكن لاختلاف اللهجة، ممكن صار عند الناس تساؤل كيف هذا يلبس سعودي ويتقن اللهجة السعودية وباكستاني وكذا. إنما هذه رسالة شخص باكستاني أرسلها علي أنا، وتقمصت دوره وترجمت قصته في أبيات شعرية. الحمد لله توفقت في هذا المحتوى، إنما كانت رسالة من هذا الشاب اللطيف اللي عبر عن شكره لهذا الوطن الجميل. أبيات شعرية طبعا تقولها؟ موجودة في المقطع. طيب يا جماعة إذا نحاول بعد شوية نكمل المقطع. طب ودي أسألك وش الهدف أو هذا الأسلوب الجديد إنك تتقمص شخصيات من حكايا الناس المختلفة، إيش الهدف منه؟ أول شيء أنا شاعر، أكتب الشعر، تمام؟ وتجيني طلبات كثيرة القصص ناس، مثلا انت عندك قصه صارت لك متخالفه مع اخوك مع امك متزاعله انت وياه، تقولين يا ابو اميره اكتب لي ابيات ربما تكون سبب صلح في هذا الشيء. بتدفعنا ولا ببلاش يا ابو امير؟ على حسب. لا بتدفعنا. طب انا عندي مشاكل مع امه لا اله الا الله والحين ابى اخسرك وتطلع ترى منها بخساره مجلدات. طبعا. فالحمد لله توفقت في هذا الشيء، و
قلت انا ليش ما يعني كانت النيه مطيه اللي يقولون، قلت ليش انا ما اقول هذه القصص واتقمص الدور واوصل هذه الرساله الجميله، ربما اكون سبب في صلح احد، في يعني في توصيل كلمه طيبه للمجتمع وللناس. فالحمد لله توفقت من اول مقطع ووصلت يعني. لا بس صدق ابغاك ترد على سؤالي، ترى والله انا صادقه. ها ما قال هسه. لا بقول لك طبعا انا على سؤالك. والله على يعني هل هذا الشيء مدخل؟ شوفي بقول لك نقطه بوضح مصدر دخل للناس وللمجتمع. اي مشكله عائليه او تخص فيها صلح قسم بالله اني اكتبها مجاني، ومتابعيني يعرفون هذا الشيء. اي كل اي شيء في قصه صلح او زعل او هجر هذه من عندي انا اكتبها هجر اوكي، بس صلح من غير اعتذار. لا طبعا والله، حتى قصائد الصلح مجانيه للامانه والله. الزفات والمناسبات لا والله في مقابل للامانه يعني. طيب شلون كانت البدايه؟ كلمنا عن بدايه، يعني وش اول قصه، وش الالهام اللي جاك ابو اميره وقلت انه انا بتخذ هذا الاسلوب؟ طبعا كان كومنت في برنامج كتبه احد الاشخاص، رجعت ادور هذا الشخص ما لقيته للامانه. انا اشكره عبر قناتكم. والله العظيم لاني احب اني اشكر. قال لي طالما انت يا اخي انت سردك جميل للقصص، ليش ما تقول قصص الناس هذه وتقول القصائد بعدها؟ هو قالها يعني اقولها قصص، مثلا اقول قصه فلان. فبعدها فكرت بعد يومين قلت انا ليش ما اتقمص دورهم اصلا، طالما اني اتقن الدور واتقن دور التمثيل بشكل كويس، خلنا اتقمص الدور واجرب. فالحمد لله كانت اول مقطع فيديو عن الام توفقت فيها اللهم لك الحمد، واثر على قلوب الجميع اللهم لك الحمد، فوصلت للامانه. طيب التعريف الخاص بك على صفحاتك السوشيال ميديا كاتب فيها بالنص ارسل قصتك، اتقمص دورك، اقولها عنك واترجمها لك قصيده. هنا ودي اسالك الناس شلون يبعثوا قصصهم لك، وكيف موضوع السريه يعني والخصوصيه هذه كيف قاعد تتعامل معاها؟ طبعا يرسلون عن طريق الخاص او عن طريق السناب شات او عن طريق الواتساب، كل مواقع كل وسائل التواصل موجوده. الرسائل اللي تجيني والقصص اللي تجيني يا كثرها بالملايين. حلو. فانا قضيه الاختيار اني اختار الشيء المفيد للناس، اللي اشوف ان في فائده للمجتمع اختار. تمام، واترجم على هذه القصه قصيده لعلي اؤثر او اكون سبب في زي ايش ابو اميره؟ يعني عطنا امثله على المواضيع اللي تطرقت لها وحسيت انها يعني عادت بالفائده على المجتمع والشباب. صله الرحم. صح، حلو. نحن في ذا الزمن ما عاد صار احد يعرف احد. طبعا تقمص دور من عاش وحيدا وعيد وحيدا في بيت مهجور ويجي يزور بيت اهله اللي ما فيهم احد في قريه وهو وحيد، لا ام لا اخوان لا احد. تقمصت هذا الدور والحمد لله. الامر الثاني عن الكفاله في القضايا الماليه تطرقت لها بعد. المال اللي يسبب المشاكل العائليه، الورث، كل هذه القصص تقمصتها. طبعا رساله وطنيه اللي هو رساله الشاب الباكستاني، والحمد لله توفقت اللهم لك الحمد. طب بس يعني عفوا هذا الشيء يعني ما يفتح عليك باب مشاكل انه البعض ممكن ينسب بعض القصص لك، يقول هذه مشكله فالح مثلا؟ للامانه اول مقطع وثاني مقطع يعني ما جاك اتصال من الوالده تطمن تسال؟ لا الوالده واتكفيني واخواني. انا شوفي انا المشكله ما صارت لا من اخواني ولا من بيئه العمل اللي انا اداوم معهم. المشكله صارت من المحيط الثانوي. يعني بعد يعني من جماعتنا من الناس اللي ما يعرفوني كويس، فكانوا يعتقدون انها لي انا شخصيا. تمام. كيف يعني وضحت للناس مره صعب، يعني الشهرة مرة سهلة انك تشتهرين في مقطع واحد تصورين وتمشين، ولكن من الأصعب انك تواصل والاستمرارية في المحتوى حتى الناس يعرفون ايش محتواك، او تثبت للناس ان عندك رسالة راح توصلها للناس. فالحمد لله انا طبعا الكومنتات على 14,000 كومنت، 20,000 30 ما تفرق معي، ولا اقرا ولا واحد.
ما اقرا ولا كذا شيء. بتزعل متابعينك. ما هو ما زعلهم، معليش. ليش ما تعطي متابعينك وجه دعوه؟ انشهرت وتكبرت علينا وشفت نفسك بكره تسوي اعلانات ونقول لك تعال تكفى نبغى نسوي معك لقاء، تقول لا ماني بجاي. نقطة مهمة بوضحها للناس وللمتابعين. قام يضحك. واضح من الابتسامة هذا اللي بيصير يا ابو اميرة. والله العظيم اني دخلت في هذا المجال ما هو ابحث عن شو ولا ترند. كلنا قلنا كذا، والله كلنا قلنا كذا في البداية، الحين صرنا اسمعي، كانت نيتي الأجر ولعلي أكون سبب، والحمد لله توفقت في هذا. ما شاء الله عليك. بالنسبة إني ليش ما أقرأ الكومنتات؟ في البداية كانت 70 إلى 80 إلى 90% كلها كومنتات سلبية. عشان كذا أنا قلت ليش أتعب نفسي؟ أنا واثق من نفسي. حصلت الدعم من اخواني واخواتي وامي وابوي الحمد لله وزملائي في العمل، فقلت ذولا يكفوني مبدئيا. يتاملونك يتاملونك اهلك. 80% غلطانين واهلك صح. شلون؟ يعني الناس 70% اللي ما يعرف الرجال ما يتمنه وانا اخوك. والله صح عليك. اسلم ابو اميره. وبعد وش بعدين؟ الحمد لله. بس انت صملت طبعا. 80% دول ما اثروا عليك. اسمعي بقول لك شيء، قلت والله العظيم انا اذا وقفت سافشل. فانا رجل يا اني اكون قد هذا الشيء، واتحدى على فكره، اتحدى اي واحد يسمعني او يوصل هذه الرساله مني، اتحداه يتقمص دور شخص تخالف مع امه او هجر امه او زعل اخوه، اتحداه ويسجل مقطع فيديو، اتحداه عبر هذه الشاشه. والله ما عنده الجراءه انه يطلع بمقطع فيديو ويوضح هذا الشيء، اتحداه. لذلك انا تطرقت على الوتر الحساس اوضح مشاكل هذا المجتمع اللي ما حد يدري عنه. طيب يلا انا حاعطيك قصه. تفضلي. حنا 4 مذيعات حلوات بس نغار من بعض واحيانا يصير خلافات. هذه قصه حقيقيه ولا هذه قصه حقيقيه؟ لا لازم تقولين. انا طالب. احنا يعني على وفاق، لكن تصير مناوشات بحكم انه احنا بنات، وتعرف البنات يغاروا من بعض. والله انا واحيانا نزعل من بعض. انا ما اتقمص دور بنات للامانه. إيه؟ طب استنى، يا رئيس التحرير احيانا يفصل علينا. طب مذيعين يا رؤى، مذيعين طيب مذيعين شباب مو بنات. يتقمص دور. تفضل. يرسل لي قصه ويبشر بالسعادة. طب هو انا بقول لك قصه. رئيس التحرير زعلان على ال4 البنات اللي عنده المذيع. وهو لازم يعني يكون ماسك العصايه من الوسط، واحيانا يعني تفرط الصبحه. والله انا خاف اجيب العيد عشان يا اخي خذ راحتك عادي، ما انت اوريدي هذه الفقره كلها عيد. يلا والله طب خلاص بخيرك حاليا ما اقدر. بخيرك اللي ودك. طيب تتقمص شخصيه رجل بس يعني خلي لي علاقه بالبرنامج بشكل او باخر. خلاص ترقبوني ان شاء الله على حساب اليوم، على حساب الشخص ان شاء الله. هذه مجانا ولا هذا؟ طب اسمع احنا بنخلي فيها خلاف صلح. ايه كذا ماشي. خلاص والله ترقبوني ابشروا. هذا على حساب رؤى. هذه من الاشياء اللي انا متاكده راح يشارجك عليها. هذه على حسابك. طيب انا ودي، طيب في من القصص نبغى نسمع منك قصه لايف، من القصص اللي انت نشرتها وسجلتها. من القصص اللي نشرتها اللي انت نشرتها وسجلتها. لا انا لا تقول روحوا على حسابي لا انا بعطيكم شيء حصري. قول تفضل. مباشر لايف الان قدامكم، وانا بقول قصه واتقمص الدور بس لا حد يصدق فيكم. وقبل ما ابدا قصتي انا شخصيا أوجه رساله لكل المقيمين في هذا البلد العظيم، انهم يعتبرون هذا البلد رجال استضافهم في بيته واكرمهم وعيشهم ومنحهم الامان، ومش من عادات العرب ولا اسلوب العرب ولا من المروه انك يعني تسيء لصاحب هذا البيت اللي استضافك ووفر لك العلاج ووفر لك المعيشه ووظفك وحط هذا الامان لاسرتك ولك. انا طبعا اعرفكم على نفسي، شاب سوري تربيت وعشت في سوريا، طبعا يتيم الام، عشت مع جدتي وابوي كان يعمل هنا في السعوديه. الله يرحم جدتي طبعا لما وصلت العمر 20 واختي 22 سنه توفت جدتي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. بعدها ابوي طبعا كان يعمل هنا، استاذن من كفيله وقال انا عيالي ما عندهم احد هناك،
فأبغاك تجيبهم لي بحيث إني أرعاهم ويكونون قدام عيني وكذا. طبعا كفيله السعودي هذا الله يبيض وجهه ما قصر، تكفل في جميع التذاكر وجابنا للسعودية في كل شيء، أملنا الأكل والمسكن. أبوي كان وقتها يعاني من مرض السكر ومرض الضغط، طبعا سكننا عند أبوي والحمد لله والشكر والأمور ماشية. تقدم شخص عريس سوري لأختي، طبعا استشاري تقويم أسنان، تقدم لها وزوجها أبوي. طبعا أختي هذه أكبر مني في 2 سنين. أختي هذه تكفلت في شراء سيارة لي من مهرها، ما أخذت من مهرها إلا 7000 ريال. اللهم صل على محمد. عشان أعمل وتوي في بداية عمري وكذا وأساعد أبوي وكذا، أخذها زوجها وأثث لهم شقة جنبنا وسكنوا، وأنا صرت أساعد أبوي وأشتغل. لعل أبوي الله يرحمه ويغفر له جاه فشل كلوي، صرت أراجع فيه حتى توفى الله يرحمه ويغفر له. بعدها رحت وسكنت عند أختي وزوجها، وصرت أشتغل عند كفيل أبوي اللي كان على كفالته أبوي، فصرت أساعده وأداوم من بيت أختي لعملي هذا. لعل في يوم من الأيام بعد 1.5 سنة جاء زوج أختي هذا عرض من روسيا من فرنسا، عرض وظيفي مرة مغري، وزوج أختي كان يشتغل في عيادات خاصة هنا، وفرق شاسع يعني لا في الراتب ولا في المرتب. وافق على العرض على طول، أقنعوني إني أسافر معاهم وأروح معاهم، فاستصعبت الموضوع مرة من ناحية يعني إن الرجل ما قصر فيني اللي هو كفيل أبوي وكذا، وقلت لا والله، ولعلها صعبة إني أبحث عن رحلة عمل جديدة بحث، فقلت أجلس هنا وأنتم روح. طبعا سافرت أختي وزوجها وراحوا وصلوا فرنسا، ومتواصل معهم لين تقريبا من 11 شهر إلى 10 شهور، لعلي في يوم من الأيام يضيع جوالي، جهاز جوالي. فمرة مؤلم جدا إنك تفقد شيء، تفقد شخص حي. لو كان ميت بتعزى عنه وتدعي له وتتصدق عنه، ولكن من المؤلم جدا إنك تفقد إنسان غالي على قلبك وحي. طبعا أنا أختي الآن 8 سنوات لا سمعت صوتها ولا أدري هل هي عايشة، هل هي مريضة، هل هي تعبانة، ما أدري. عجزت ألقى طريقة تواصل لها، وأقول الله من قلب به الهم يلتج، هم يصبح به وهم يمسيه، هم يخلي صاحي العقل يرتج لو يشتكي للناس، محد يواسيه خلى الضلوع العوج ما رد ومسهج، وعجزت للقى في الزمن من يداريه عليك يلي كل ما خاطري يسج، محد يسلي خاطري غير طاري عليك، يلي كل ما خاطري يسج، محد يسلي خاطري غير طاريه. لو درت في الدنيا على كل منهج بموت، ملقاله حليا إحاليه أقفى وخلى القلب ما له معالج، ونحسبه لا جار وقتي يداويه، هتل العهد به في ضحى ثالث الحج قبل 8 سنين، والعين ترجيه راحت به الدنيا كما يقفي العج، الله يعلم وين داره وراضيه غلطة عمر، من هالضماير تفجج عزل من مثلي زمان غدر فيه. الله صح لسانك. صح تبدأ. نورتنا اليوم يا ابو نوره، وكثير مبسوطين بوجود ابو امير موجود معنا اليوم، واستمتعنا كثير بصراحه بهذه الشخصيه الاكثر من رائعه. وانا اسعد والله ويشرفني ويسعدني وشرف كبير لي اني بين خواتي والله، وعلى قناه عظيمه جدا. اتمنى ان المشاهدين يسامحونا اذا فهموني غلط في المقاطع السابقه، وانما انا اوصل رساله جميله اتمنى من الكل يدعمني، فشكرا لكم جميعا. يا هلا وسهلا بك. مشاهدينا نطلع فاصل، لكن بعد الفاصل حنناقش هل فصيله دمنا ممكن هي تحدد نوعيه الطعام اللي لازم ناكله؟ بعد قليل.